السلام عليكم. اليوم إن شاء الله بسوي لكم مندي باللحم بطريقة سهلة وفي نفس الوقت سريعة. عندي طبعا هني المقادير اللي بنستخدمها في المندي. عندي هني طبعا اللحم بنفس الطريقة، ممكن تستبدلين اللحم بالدياي. خلاص، عندي هني لحم منظف ومغسول، عندي كزبرة خضراء، عندي بصل قطعناه شرايح، وعندي هني رز مغسول وناقعينه، وعندي ماي الكادي، وعندي لون ملون الطعام، وعندي ثوم، وعندي حبات هيل، وعندي مكعبات الماجي، وعادي ممكن الاستغناء عن المكعبات الماجي. الحين خليكم معاي عشان نبدأ أول خطوة من خطوات مندي اللحم. طبعا أول خطوة عندي بنحط الماي. طبعا الماي لازم يكون ماي الحنفية، ماي عادي، ما يكون ماي حار، لأن لو كان ماي حار وحطيت اللحم فبينكمش اللحم. فابدأ أحط قطع اللحم بنفس الطريقة. إذا أنت حابة أنك تستبدلين اللحم بالدجاج. ما بضيف أي شيء، مجرد الماء. يبدأ اللحم أو الماء يفور ويطلع شوية اللي هو الرغوة اللي فوق، ببدأ أشيلها وببدأ أضيف اللي هو الهيل وحبة الماجي. هني بعد ما فار الماء خلاص بنبدأ نحط مكعبات الماجي والثوم والفلفل. طبعا الملح انا ما بضيفه الحين، لو كان دياي عادي ضيفه، بس الملح بضيفه اخر خطوه على اساس انه ما يقوى عند اللحم. خلاص، هني في نفس الوقت طبعا ببدا اقلي البصل، لان البصل بعد ما يتكرمل شويه ابى اضيفه على ماي اللحم. خلاص، طبعا يتحمر معاي البصل على طول بضيفه وهو حار، بس البصل. خلاص، بس البصل بدون الزيت بضيفه على المرق. الحين نشيل البصل وبنحطه على مرقة اللحم. شوفوا الحين خلاص بغطي جدر الضغط وبضغطه تقريبا نص ساعة، لأن أنا عندي اللحم عمره صغير. خلاص، بعد نص ساعة الحين ببدأ أطلع اللحم زين والثوم. بعد ما طلعنا اللحم خلاص بضيف العيش المنقوع. طبعا أنا بشخله، بسويه مشخول. إذا شفت إنه محتاج إضافة ماء بضيفه. طبعا ما ننسى نتذوق الملح. خلاص الحين أخليه لين يستوي وبشخله من الماء. الحين استوى عندي العيش الرز. الحين ببدأ أشغله وأرده في نفس الجدر. هني طبعا بجهز الخلطة اللي بدهن فيها اللحم قبل التحمير. عندي هني شوي ماي، وبحط من ماي الكادي تقريبا ملعقة صغيرة، وبحط لون الطعام، وبحط شوي من زيت البصل عشان يعطينا شوية نكهة حلوة. خلاص، هذا الخليط اللي بدهن فيه اللحم أو الدياي. هني عندي اللحم طبعا بدهنه بالخلطة اللي جهزناها. اللي هي الزعفران وماي الكادي وشوية ماي، وحطينا لها شوي من اللي هو زيت البصل اللي قرينا فيه البصل. طبعا بنحمره كامل من ورا وقدام، وبندخل الفرن
من فوق عشان يتحمر. واخر شيء قبل ما ادخله الفرن برشه رشه خفيفه من الهيل المطحون، يعطي بعد شويه نكهه. الحين رجعناه في نفس الجدر، بسوي من اللون او الخلطه اللي تمت اول عندي من اللي دهنت فيها اللحم. الحين ببدأ أحط الدياي اللي تحمر عندنا، اللي حمرناه. شوفوا كيف يطلع شكله. هذا ببدأ أرصه. الحين عقب ما رصينا اللحم بحط في النص شوية من الزيت اللي قلينا فيه البصل. خلاص، بس قبل ما احط طبعا احنا جهزت الفحم، بنحط شوية من هذا الفلفل يعطي نكهة بعد وايد حلوة. شوفوا بهذه الطريقة على طول اكتم على اساس اشوف وين اي مكان يطلع من البخار اسكره. الحين بخليه على نار هادية تقريبا نص ساعة، خلاص يستوي كامل وياخذ من التبخيرة. وهذا المندي ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا المندي جهز معانا، وزيناه شوية بالفلفل البارد الأحمر والأخضر وشوية كزبرة طازجة. وعلينا وعليكم بألف عافية.